أن ننعم هذه النعمة، نعمة عمان ونعمة سلطان هذه البلد، هذا الوطن، ونعمة القائمين على قرارات في هذا الوطن في هذا الجانب، لأن هذه نعمة عظيمة. أتوقع أن محتاجة شكر، وأطلب منكم إنكم أنتم أيضا تجنبوا أبنائكم 3 أهداف. الهدف الأول أن يفهم ابني أو أن يعرف ابني من أتابع في مواقع التواصل الاجتماعي، يفهم ابني ما هي العلوم الصالحة والعلوم الطالحة، معرفي مهاري. أن أراقب ابني، ما أقول أراقب عشان بعض الناس زعلوا من كلمة أراقب، أن أتابع ابني من يتابع في مواقع التواصل الاجتماعي. ترى على فكرة اللي تبنيه أنت في سنوات يمكن يجي هذا يهدمه في لحظة. أن يقرأ ابني ما ينفعه في هذا العصر ويتجنب ما يضره في هذا العصر، هذا هدف مهاري. الوجداني، أن يستشعر ابني مدى الخطر الكبير الذي يتعرض عليه له إذا استمر في متابعة مثل هؤلاء. أن يستشعر ابني أهمية المعلومة الصحيحة الواعية في هذا الزمن. عندما تربوا أبنائكم تربية دينية أيضا ركزوا على نوعية هذه التربية. ما مهم عند ابني يحفظ قرآن كامل بس ما فاهم شيء منه. أنا مرت علي حالات أبناء حافظ بس ما عارف شيء، ما عارف، داخل في متاهة بين البيئة التي وضعوه فيها وبين حاجاته النفسية. البيئة اللي وضعوه فيها شيء وهو محتاج شيء، ما قدر يخبر أحد. إذا قال لهم معاذ الله، استغفر الله، اتق الله، كيف تقول؟ هذا لازم يقول. إذا ما قال لك أنت يقول لمن؟